اهلا بيكم في ابيسود جديده من بودكاست انسايد اوت توكس اللي دايما بنحاول فيه نجاوب على كل سؤال مهم بالنسبه لكم، كل حاجه ليها علاقه بصحتكم سواء بشره سواء شعر او اي حاجه تخص الصحه العامه. خلوني دلوقتي ارحب بدكتورتي اللي منوروني دلوقتي، دكتور شريهان علام، استشاري امراض الجلديه والتجميل واستاذ بكليه الطب. الحقيقه يعني منوراني النهارده، ميرسي. ودايما بتتسم اساتذه الطب بالهدوء. ده حقيقي من خلال يعني احتكاكي بناس كتير، دايما دي بتبقى حاجه قوية. هل الهدوء ده بيبقى ليه علاقه بمجال الشغل لان محتاجه هدوء وصبر مع البيشنت بتوعك، ولا من خلال تعاملك مع الطلبه اللي بيكونوا في الجامعه؟ بالظبط كده زي ما قلتي، عن طريق التعامل مع الطلبه، لان أيوة. انت عارفه الطلبه بيبقى يعني شخصيات مختلفه، صحيح، ومحتاجه واعداد كبيره، فمحتاجه ان انت تحتوي كل الطلبه الشخصيات اللي قدامك، وتقدري ان انت توصلي لهم المعلومه وتفهميهم، وتشوفي لو حد عنده اسئله او كده. لو في ناس مثلا بقى بتبقى مركزه، لا ناس مش مركزه، فانت عايزه ان انت يعني تلفتي، يعني تاخدي الانتباه مع انتباههم كل الطلبه بالظبط، وان انت تشديهم ان هم صحيح. فكل ده محتاج هدوء طبعا، اكيد. طبعا حضرتك ازاي بتقدري توفقي ما بين المجالين؟ هم توتالي ديفرنت، مجال اكاديميك وتعليمي وبتتعاملي مع عقليات مختلفه من سن صغير الى بعد ما بيخلصوا الجامعه بتاعهم بتبقي ايدل بالنسبه لهم، ما بين الشغل الطبيعي اللي ليه علاقه بعياداتك الجلديه اللي هو حاجه مختلفه تماما. ازاي بتعرفي تعملي البالانس؟ انا شايفه ان هم بيكملوا بعض، يعني ان انا اكاديميا يعني بشتغل في الجامعه، فطبعا ببقى دايما بعمل ريسيرش، بدرس كل الابديتس، صحيح. فده بيخليني ان انا ده بيساعد طبعا في الكلينيكال، يعني هو مش كل حاجه لوحدها. فبحس ان انا لا، ده حاجه بتكمل بعضها. طب دكتور شريهان، انت مينلي بتتعاملي مع جين زي ليترلي حرفيا، لان بتاخدي من اول سنه اولى لحد بقى ما بالظبط. لا وبنشوف اختلاف الاجيال بقى كمان، اكيد بتمر عليكي العقليات بكل تفكيرهم المختلف واهتماماتهم اللي بتبقى تماما مختلف خالص. هل صادف، واكيد صادف، بس هل صادف عندك طالبه معينه جات لك العياده؟ لا ده كتير. ايوه، ده كتير طبعا. بتعملي ايه بقى؟ بتعملي ايه مع الناس دي؟ لا عادي، بنحتويهم برضو في العياده برضو، يعني بتحتوي في الجامعه وبتحتوي يعني موضوع لا في العياده برضو، يعني بنشوف مشاكلهم بقى كلها طبعا، اللي هي الجين زي بقى طبعا، يعني السن الصغير خالص. ايه بقى المشاكل اللي بتواجهيها معاهم؟ ليها علاقه ببشرتهم او اي ما يخص؟ طبعا اكتر حاجه حب الشباب الاكني، الهير فول، ده من اكتر الكومبلينز اللي على السن ده. لما بيجي لي حد بقى عايزه تعمل حاجات تجميليه مش محتاجاها، طبعا بنصحها، يعني لو حاجه فعلا بتتعرضي لده فعلا طبعا. في ايه مثلا الحاجات اللي ممكن يكون بيطلبها السن؟ يعني لو حد مثلا، انا بصراحه الليب فيلر مثلا، لو حد مش محتاجه، لا انا مش هعمل لها لو سنها صغير. لو عايزه اجراءات تجميليه، يعني فيلر او حاجه هي مش محتاجاها، لا طبعا مش بتعملي. بفهمها ويعني كده، وبقول لها رايي ان لا، ان ده يعني حاجه ما دام انت مش محتاجاها ما تلجئيش ليها. صحيح. بس طبعا في حاجات بنصلح بيها، في حد يكون فعلا محتاج، حد عنده ديفكت، واحده خست قوي محتاجه فعلا انها تعوض حاجه في وشها مأثره على نفسيتها، لا ساعتها خلاص اوكي بيبقى. طب هل فاكره مثلا بنوته معينه، او مثلا ساعات كده في ناس بتعلم معانا لاسباب ما، فهل مثلا حصل على مر الاوقات اللي حضرتك بتدرسي فيها وفي نفس الوقت بتشتغلي دكتوره، هل صادف مثلا عيان معين علق معاكي، اتأثرتي بيه، حسيتي انك حابه تهتمي بتفاصيله اكتر؟ كتير طبعا، لان كمان الامراض الجلديه احنا مش بس تجميل، هو في امراض جلديه بتبقى يعني بصراحه بتبقى امراض صعبه مزمنه. مشكله الامراض الجلديه ان هي كرونيك ومزمنه وكده، فبتبقى انت بتعيشي مع البيشنت فترات طويله، يعني بنبقى مرتبطين بيهم. فطبعا في ناس كتير من يعني بالذات اللي عندهم كرونيك ديزيز، الامراض الصدفيه، الثعلبه، تساقط الشعر، اللي هو يعني في حاجات كتير قوي بتبقي مرتبطه مع البيشنت وبيعلم معاكي اكتر ولو بقى كمان لما بيتعالج
وبيبقى مبسوط. ايوه فبالظبط دي بقى ويكون كمان ممتن ليكي بقى، دي بتبقى بالظبط حاجه كده، حلوه قوي. فبتحسي ان في ريليشن كده مكمله فتره طويله قوي، صحيح. فبتبقى حاجه حلوه. هل في حاله معينه اثرت في نفسيتك مده كبيره؟ طبعا الثعلبه، مم. يعني دي من الحاجات اللي بتبقى مأثره قوي، اكتر حاجه بتأثر في نفسيه البيشنت، فبتبقي نفسك ان انت تعالجي البيشنت، وان هو يعني وللاسف برضو ساعات بعد ما بيتعالج بيرجع، لو في اي حاجه حصلت هي بيرجع تاني. بتاتاكس صح؟ بالظبط. اتاكس متكرره للاسف. هل بيبقى فهي ليها اسباب؟ الاسترس طبعا، الاسترس انا مش عارفه الاسترس ده عايز مننا ايه، في كل حاجه ده عامل مشاكل كتير جدا هنعمل الاسترس. ايه بقى؟ للاسف الاسترس ده طب عامل في اساسي. بنات كتير بسبب الاسترس بتلجأ دلوقتي لشرب حاجات مثلا اعشاب طبيعيه. الاشواجندا ايوه شكرا. ايوه. هل فعلا ده هي طبعا ليها مؤثر؟ رول، يعني بتهدي طبعا، يعني الاشواجندا حاجه طبيعيه اوكي. وكويسه يعني بالنسبه للاسترس. يعني تنصحي الناس لو هم فعلا مثلا فتره مذاكره بالذات طب يعني وهندسه عشان ما اظلمش لو مثلا فتره امتحانات صعبه وهم ستريسد قوي يشربوا الحاجات الطبيعيه. لو حاجه طبيعيه طبعا، يعني حاجه زي اكيد. الاشواجندا طبعا لا هي كويسه. ولو بيلز معينه ما هي حسب، لا طبعا يعني ما في بيلز ما حدش يعني لازم صحيح. تبقى يعني تحت اشراف طبيب. في ناس بتلجأ للأسف للنايت كولمز بالليل لحاجات كده علشان تهدي المشاكل اللي ممكن يمروا بيها، بلاش ياخدوها من تلقاء لازم كل نفسهم. حاجه تحت اشراف طبيب. صحيح. يعني فكره ان حد للاسف ده اللي بيطلع بقى في التيك توكس والكده، ان حد يطلع يوصف حاجه معينه وتلاقي ان لا اي حد ياخدها، دي طبعا حد يعني كل حد بيختلف عن التاني، ايه اللي ممكن ينفع معاه، ايه اللي لو بيشتكي من اي امراض تانية. لازم يبقى عن طريق طبيب طبعا. طب ايه اغرب حاجه ممكن تكوني صادفتيها على السوشيال ميديا ليها علاقه بامراض الجلديه واستغربتي منها جدا؟ لا في كتير حاجه أنا منهم. يعني في كريمات مثلا تلاقي في ترند كده كريم معين، يجوا كل البنات الطلبه مره جايين واحده كلهم لا مع بعض. كلهم وطلع لهم حبوب كتير، وكل واحده تطلع من شنطتها انا استخدمت ده، طب انتوا يعني وكلهم طلع لهم حبوب، فهم معتبرينه ان هو خلاص ده في تيك توك مثلا ترند كده ان هو بيعمل ان هو مويسترايزر حلو او مرطب كويس. فلا يعني لا في كتير. المينوكسيديل، ان ماده المينوكسيديل لا ده مش عايزاها عشان يعني من غير ما يعني بياخد اسمعوا بس من التيك توكس او من الناس خلاص، من غير ما يبقى يعني طبعا لازم استشاره الطبيب ونسمع من هما محظوظين ان حضرتك موجوده عشان يلجأوا لك يسالوكي ناخد ده ولا لا نعمل يعني ده على ولا طول ده. بيسالوني يعني حتى من غير ما يجوا العياده على طول، يعني اسئله سواء في بعد المحاضره على الواتساب هتلاقيهم على طول، فده انا بحب ان انا ارد عليهم عشان اوضح لهم لو في اي يعني عارفه لو في اي حاجه حاجه حلوه اي حد ممكن يسالها عادي هتجاوب. ايه طيبه شكلها دكتوره طيبه. طيب خلينا نتكلم شويه عن البيشنت القلق الخواف زياده عن اللزوم. مثلا جاي لك حد في الكلينيك وعايز يعمل اجراء معين هو محتاجه جدا ولكن مرعوب، خايفه، مرعوب ده كتير برضو طبعا، تلاقيها بتحرك راسها يمين وشمال حتى لو حطت بنج برضو ما يأثرش من كتر الخوف. بيبقى عندهم ايه بانيك اتاك كده على طول، لازم بهديها. انا اول حاجه كمان لازم اشرح لها الا لا يعني ماشي تعالي اهدي وتعالي بكره. ان هي طبعا لازم تكون هاديه، واقول لها لازم تبقى يعني هاديه خالص عشان نعمل اي بروسيجر. بس اكتر حاجه لازم اشرح لها بقى ايه اللي هيحصل بالظبط. هي لما تبقى عارفه ايه اللي هيحصل طبعا جزء كبير من الخوف ده بيهدى يعني بيقل. صحيح. لما تبقى عارفه انا دلوقتي هعمل ايه، انا يعني بعقم هحط كذا هعمل كذا، هنهدى هنجرب حاجه الاول بسيطه وتشوف يعني حست فعلا ولا لا، الخوف اللي عندها ده حقيقي فعلا يعني كان يستاهل ولا لا، فبعدها بتحس ان لا الدنيا مطوله بالك جدا مع البيشنت. ولازم اقول لهم كمان ايه اللي هيحصل بعد البروسيدور نفسه، ايه اللي هيحصل بعد كده لما تروح، يعني لما تكون فاهمه كل ده بتحس ان الدنيا لا بتهدى. صح. انا بشكرك جدا يا دكتور، نورتيني النهارده واتمنى الناس تكون استفادت من الانفورميشن بتاعت حضرتك. بشكرك جدا وشكرا لوقتك. ميرسي خالص. ميرسي ليكي حبيبتي.